تمرين البايسبس بول داون بيسببوا راوندد شولدر، تفتكر ليه؟ الكل بيسأل انت مين وبتقدم ايه؟ بقدم نظام تدريب متكامل سميته هايبريد مان سيستم، والهدف منه انك تكون قوي فعلا. اهلا بيك في هايبريد مان. هايبريد مان سيستم عبارة عن 5 مراحل في 5 ايام في الاسبوع، وكل مرحلة ليها هدف معين. هايبريد مان سيستم مبني على شريحة كبيرة جدا من التمارين، بداية من التمارين اللي غرضها تحافظ على المفاصل والأربطة والأوتار وتسترجع تحكمك بجسمك، لحد التمارين الرياضية اللي بيعملها أقوى رياضيين في الكوكب. المرحلة الأولى اليوم الأول أنلوك، استرجاع السلاسة الحركية، لأن أكيد مش هتقدر تكون إنسان فعال في حياتك وأنت جسمك موجوع. جسمك وسيلة حركتك في الدنيا، فلازم يكون مرتاح. ازاي هتكون قوي وانت مش قادر تتنفس؟ التنفس اهم حاجة قبل ما تتمرن، تعرف هتتنفس ازاي. وقلت في فيديو قبل كده انك لو كتمت نفسك في اي لحظة في التمرين جسمك مش هيستفاد. ولا ده مش شطارة مني، في ابحاث كتير اثبتت انك لما بتكتم نفسك وانت بتتمرن جسمك بيخش في حالة اسمها فايت اور فلايت، وفي الحالة دي جسمك ما بيفكرش قوي هيستفاد من تمرين ولا لا. كل هدف جسمك في اللحظة دي هو انك تتخلص من الموقف ده. عشان كده بنشوف الكومبنسيشن اللي هو التعويض، بنشوف الأوجاع، بنشوف الحركات الغلط مع أوزان انت مش متحملها، أو حتى أوزان قادر تحملها ولكن بتتنفس بطريقة غلط. فتعال أقولك ازاي تتنفس في حياتك، في المواقف وفي حركتك. يعني مثلا لو بنعمل بوش اب، امتى تاخد النفس وامتى تطلعه. ملخص الكلام انك المفروض تتنفس وانت في السالب، في النيجاتيف، في الاسنتريك رينج بتاع الحركة، وبتطلع النفس وانت في الكونسنتريك، وانت في الموجب بتاع الحركة. يعني مثلا لو في البوش اب هننفذ المبدأ ده ازاي؟ احنا فوق يعتبر في الموجب، فاحنا رايحين ناحية الارض، بناخد النفس ونطلع. تخيل اكنك روكت، صاروخ، عشان تتحرك من على الارض للسماء بتطلع الطاقة، بتطلع النفس. تمرين تاني زي الشولدر بريس، احنا هنا يعتبر في السالب، احنا رايحين نعمل الحركة اللي هي الشولدر بريس. المرحلة الثانية اليوم الثاني كنترول، عشان تقدر تتحكم في حركة الأطراف العلوية والسفلية بدون أي تعويض في القفص الصدري أو في الحوض. أغلبنا عنده مشكلة لما بيجي يجيب حاجة من على الأرض. يعني مثلا عاوزين نجيب الفوم رولر دي من على الأرض، كل اللي هنعمله تاني بسيط في الركبة، رجل ورا ورجل قدام، وننزل بمفصل الحوض. مش مهم عندي ظهرك مفرود ولا لا، كل اللي عايزك تهتم بيه رجل قدام رجل، وتنزل وانت مركز ان الحركة بتاعت مفصل الحوض. مفصل الحوض هينزل، مفصل الحوض هيطلع، فقط مفصل الحوض هينزل، نجيب الحاجة ونطلع. بكل سهولة. ونقطة تانية هي ممكن تكون ادفانسد شوية، ولكن انا هقولها لك عشان انت هايبريد مان، انك تزق بصباعك الكبير في الارض. المرحلة الثالثة اليوم الثالث فاشيا 1، وهنا بنستخدم 3 خيوط للفاشيا، وبنستخدم جسمك كله ككتلة واحدة في حركات وظيفية عشان تبقى قوي بجد. اول تمرين معانا هو سكوات مع شولدر بريس، الوزن بيكون في ايد واحده، وزي ما قلنا اوتورد روتيشن وديبريشن. بننزل سكوات، الدفعه اللي بتيجي من رجلينا هي اللي بتزق الوزن، مش عايز كتفك يكون اول حاجه تتعبك. بوش برجلك هتزق لك الوزن لفوق، ولكن تاكد ان القفص الصدري مع البوشنج مش بيعمل اكستنشن، ولا انك بتفقد التحكم وبيحصل لك anterior pelvic tilt.
ده كده غلط. كده صح. المرحلة الرابعة، اليوم الرابع، فاشيا 2. بنستخدم 3 خيوط تانيين للفاشيا، والغرض هنا أقوى بكتير لأن دي أكتر 3 خيوط وظيفية في جسمك، ويوسفني أقول لك دول أكتر 3 خيوط أنت مهملهم في جسمك. البلانك أحد التمارين اللي أغلبنا بنعمله غلط تماما. البداية، جسمك على الأرض، كوعك تحت كتفك، بتشفط سرتك، بتطلع على ركبتك بدون ما تفقد الشفط اللي في سرتك. اخر حاجة بتطلع على مشط رجلك وانت محافظ على الشفط في سرتك. مش عايزك تركز على اي حاجة تانية، مهما كانت الرعشة اللي في جسمك ما تفقدش الشفط اللي في سرتك. والتنفس مهما حصل ما تكتمش نفسك. المرحلة الخامسة، اليوم الخامس، اكسبلوسيف باور وفي او 2 ماكس. وهنا هدفنا نحافظ على المفاصل ونخلي عندك قوة انفجارية بجد. الجزء الثاني، التمرين اللي بعد كده انت بتخزن طاقة جسمك لفوق وتقفز. لبستك على الارض تكون سريعة جدا وتدوس بمشط رجلك. وبما ان انت خلصت الهايبريد مان سيستم في اول اسبوع، اللي انت هتعمله هتكرره على مدار 12 اسبوع. اول شهر الامك وتخشب جسمك هينتهي تماما. تاني شهر هتحس بالقوة الفعلية في جسمك وبتغير جسمك، هتلاقي في اجزاء من جسمك بدأت تحس فيها ويبقى عندك وعي بيها. ثباتك بقى افضل، تنفسك بقى افضل. الشهر الثالث انت خلاص ما عدتش بتفكر اصلا في الجيم لانك اوريدي بتعمل تمارين ناس رياضية. الشكل هيجي بعدين امتى؟ لما تبدأ تتطور في الهايبريد مان سيستم وزود المقاومة براحتك، ولكن مش على اساس التكنيك. وده اللي احنا اتعلمناه. لو واجهتك اي مشكلة تقدر تعرضها على هايبريد مان كلوب واحنا بنتناقش سوا عادي جدا. خليك متكامل، خليك هايبريد مان. وده كان اول تمرين من كل مرحلة. ما بالك بقيت هايبريد مان سيستم ممكن يوصلك لايه. بس خليني اقول لك ان الجيم مش رياضة. الجيم مبدأه كويس، تحرك عضلاتك، لكن مشكلته ان هي بتقلل حركتك. يعني عمرك شفت حاجة كده كل ما تتمرن بايسبس وبول داون كتفك يلف لقدام يبقى عندك راوندد شولدر؟ انت بتتمرن عشان تبقى قوي ولا عشان تبقى ضعيف؟ اما هايبريد مان سيستم هو نظام تدريبي مبني على جودة الحركة. كل حاجة اخدناها من العلم، شفنا الجسم الطبيعي ربنا خلقه بيتحرك ازاي وطبقناه. فالهدف تحريك الجسم عشان يبقى قوي بجد، وكل ما تزود تمرين هتكون اقوى. انا دكتور علاج طبيعي واخصائي تحكم حركي من منظمة كاينيتيك كنترول من انجلترا. فلما بقول لك العب رياضة وسيب الجيم فده عشان مصلحتك. فكل اللي عليك تمارس رياضتك وانا هعلمك ازاي تتحرك صح وتكون اقوى. وخلال الاسابيع اللي جاية هيكون في فيديو اسبوعي عن كل مرحلة باستفاضة. فقول لي في الكومنتس، هل انت ناوي تكون اقوى ولا ناوي تأجل زي ما أجلت حاجات كتير قبل كده؟